خلي لنا عمارة من مستشار جماعة الشفاء. نحن كمعارضة ديال جماعة الشفاء خطينا الدورة يامس، ولكن خطيناها في واحد الجو غير مقبول، فيه تعتيم على الإشعارات ما شعرنا توقيت ديال الدورة. بعد فتحها منين فتحنا الدورة وتأجلت ما شعرنا بالنهار اللي فيه الدورة، وخرج تعتيم على الدورة، ولا بانت عن خارج الدورة، ولا اتصل بنا حد على أن عن كاين الدورة. الدورة هي باش يحضر الإنسان ويعود في المستوى اللي مطلوب منه وطالب منه الساكن الشباب جماعة الشباب عنه يتكلم فيه. والتعتيم اللي قاصده مكتب ديال الجماعة، مجلس الجماعة، هذا احنا ما نقبلوه ورافضينه. عن دورة جماعتك اللي يسير فيها ياسر من المسائل المالية، وهذا اللي كانت في مشروع هذا الميزانية مقيبة فيه جماعة تماما عن هذا الجدول. ميزانية بعيد كل البعد عن مشاكل الجماعة، مشاكل ساكنتها ومشاكل معوزينها ومشاكل فئة العايدين اللي ما فات خلصت وما فات خلصت. تلاقينا جماعة فقيرة ما عندها شيء، اللي هي مديورة فيها شي مسائل اللي إن شاء الله نطلعوا عليها الإعلام ونعطوها له باش يشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الكل السيد عضو المجلس الجماعي لتشلاء، كما قال الاخوان السابقين انا ما نقدر نضيف ياسر، ولكن كاينه بعض الامور التقنيه اللي خاصهم اللي يطلع عليها الجميع، لانه نحن في ظل دستور 2011 وفي ظل خطاب جديد للملك، وقال عن الخدمه والخدمه الاساسيه للمواطن ولا شيء سوى المواطن. هذه يسهر عليها اعلى سلطه في البلاد، فبالاحرى رئيس جماعه والله مستشارين اذا خاصهم يتمشاوا مع ذا اللي قال الملك. احنا عندنا ميزانيه لا تغني ولا تسمن من جوع، الجماعات كاملات نعرفوا عنهم متواجدين في الداخل، فاذا به تفتح 22 ريبريك في ميزانيه اللي هي في جماعه توصف عنها فقيره، ونحن ندورها لا تعود غنيه، ولكن ذاك الشيء خاصو يجي بالتدرج ماشي يجي عشوائي، ولا خاص ندار دي ريبريك اللي هما عشوائيين. خاص المسائل تعود تقنيه وراهي عارفتها الناس كامله، توضع بموضوعيه وتعود بشفافيه وتعود مجمع عليها الناس كامله، لا معارضه ولا موالاه. خاص اللي يتفق عليه خاص يعود واضح، وخاص يعود معلم به الوسائل الاعلام الحمد لله اللي معنا كامله، المرئيه والمكتوبه واللي كامله تشتغل في ذا الميدان. ونحن لا مع صالح المواطن لا شيء سوى صالح المواطن. والملك في خطابه امام افتتاح الدوره ديال اللي اليوم اللي نحن به هي اصداءها جاتنا من كل فج عميق عن المواطن، هو اللي في الدرجه الاولى، لا منتخب جماعي ولا جهوي ولا برلماني ولا مستشار، خاصو يخدم المواطن ولا شيء سوى المواطن. مسؤوليه كاملين امام الله وامام المواطنين واللي يندافعوا عنها الى اخر رمق، ورانا ما لنا قابليه ذا النوع من التسيب.